والنهارده هتفرج على فيلم ذا اوديسي بالطريقه اللي نولان صورها بيها، وهي الاي ماكس 70 ملم. اشوف الفيلم بعيون نولان. الحقيقه انا لقيت التذكره دي بعد طول عناء، يعني بقالي شهر تقريبا بدور على التذكره دي، فانا لو كنت رايح ادور على اوديسيس نفسه كنت لقيته اصلا. تذكره فيلم ذا اوديسي 70 ملم هي موجوده بس في 41 سينما في العالم. النهارده عندي الحظ ان انا لقيت تذكره واروح اتفرج عليه. يلا بينا. Screen, if you take a look at it, is a little different. A lot bigger than a normal screen. 21 meters by 16 meters. Hours of this film, it will be taking up the whole screen, which does not ever happen. One of 41 places in the world that can show this movie as it was intended. لسه حالا مخلص الفيلم بتاع اوديسي، والحقيقه انا عشت احلى 3 ساعات في حياتي فرجه على حاجه سينمائيه زي كده، مش شفتهاش من زمان جدا. زي ما هوميروس من 3000 سنه كتب الملحمه الشعريه دي، النهارده نولان قدر يحول الملحمه الشعريه دي لملحمه سينمائيه. الشاشه الاي ماكس فعلا ال 70 ملم اللي هو كان قصدها نولان الناس تشوفها، الموضوع مختلف تماما. انت بتشوف فعلا الشاشه كلها، انت مش بتتفرج على الفيلم، انت عايش جوه الفيلم، انت شايف كل حاجه جوه الفيلم. الحقيقه انا تجربه 3 ساعات ما حسيتش باي ملل. القصه جامده، السينماتوجرافي اللي جوه الفيلم رائع. حقيقه الصوره فعلا مختلفه، تستاهل الجهد اللي اتعمل. شكرا كريستوفر نولان انك انت رجعت لنا الشغف تاني للسينما. وانا بعد ما كنت سنين ما كنتش بعمل فيديوهات، رجعت تاني اعمل فيديوهات واتفرج على سينما من جديد. فعلا السينما اللي انا كنت بحلم بيه. ما شافش فيلم على 70 ملم اي ماكس، ما شافش الفيلم اصلا. وبس كده تجربتي خلصت مع الفيلم. شفت الفيلم في السينما، بس لسه الحقيقه الفيلم ما خلصش من جوه دماغي. واخيرا وصلنا البيت بعد عناء يوم طويل جدا اتفرجنا فيه على فيلم ذا اوديسي. الحقيقه الفيلم معمول فيه مجهود كبير جدا، فقررت ان انا اعمل حلقه مخصوصه عن بيهايند ذا سين، اللي ازاي كريستوفر نولان قدر يعمل العظمه. استنوني في الحلقه الجايه هتكلم عن الموضوع ده. دمتم باحسن صحه وباحسن حال، مع تحياتي اسامه فارس بتاع السين.